وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنما نراه أو نسمعه من حوادث الزلازل وانفجار البراكين وشدة الحر والبرد من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وعلى شدة عذابه وعقابه لمن كفر به وخالف أمره. فتأملوا فيها واعتبروا، وما يتذكر إلا من ينيب، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويظهر الفتن. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. الزمهرير أي البرد. وإن من لا يعتبر بأحوال دنياه لأخراه فهو من الغافلين. فقد كان سلفنا الصالح يعتبرون بما يحدث لهم في الدنيا من أحوال، فيتذكرون بها ما يقع لهم في الآخرة من أحوال. صب بعض الصالحين على رأسه ماء فوجده شديد الحرارة فبكى، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان شدة الحر وقوته ناتجا عن حرارة النار وشدتها، فلنستعذ بالله من النار وأعمال أهلها. وإذا كنا لا نطيق الحر ولا لحظة ولا للحظة واحدة ولا نصبر ولو دقيقة واحدة، فلا نتذكر نار جهنم؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. رواه مسلم. وقد رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل للتوقي من حرارتها، فأبكاه ذلك المشهد حتى حين لا يمكن الفرار من حر النار يوم القيامة إلا بالعمل الصالح. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررتها. وإذا كنا نعمل سبل الوقاية للأهل والذرية بالسبل الباردة والتكييف والراحة والمياه الباردة العذبة، أفلا نقيهم سبل الهلاك والغواية وأسباب الذنوب والأخلاق السيئة؟ أفلا نذكرهم بالنار الحامية والخوف من الله لينالوا الصلاح والسعادة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم ربكم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.